السلام عليكم الدراري البنات، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غنهضروا على قمة حارقة، ماتش ديال الموت ولا الحياة. أشبال الأطلس لأقل من 17 سنة، وضد شكون؟ قول لي ضد شكون؟ ضد أسود الكاميرون. الماتش اللي غادي يحدد شكون غيطير نصف النهائي كأس أفريقيا. واش الأشبال غادي يقدروا يثاروا من عقدة التاريخ، ولا الكاميرون غيدير لينا العصا في الرويضة؟ في هذا الفيديو غادي نعطيكم كاع الأسرار، التشكيلة المتوقعة، نقاط القوة والضعف، اللعابة الخطيرين اللي خاصنا نردو منهم البال، والتوقيت. ضروري التوقيت والملعب باش ما يفوتكم والو الخوت. إلا كنت مغربي وكتموت على الراية هبط دير لايك، ضروري الدراري ديروا لايك. هذا أول فيديو ليا طويل، وما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، حيت هذا الفيديو غيكون واعر بزاف. واش جديد؟ يلا بينا نبداو. اول حاجه بالمعلومات الاساسيه اللي خاص تكون عندك في المفكره ديالك. الاتحاد الافريقي الكاف دار واحد التغيير مفاجئ في التوقيت، داكشي علاش خاصكم تردوا البال الخوت. الماتش غيكون في الخمسة، نهار الحد في الخمسة، ماشي في شي وقت اخر. او يعني بمناسبة هاد الشي خصكم تحضروا شي كاس د اتاي، شي براد ناضي باش تفرجوا هاد الماتش واعر الصراحة. غادي يكون في مراكب محمد الخامس بسلا. او شاف عفوا الخوت، مراكب محمد السادس ماشي محمد الخامس. هاد الملعب بالتأكيد غيعطيلهم شحنة قوية باش يستمروا في اللعب، وكذلك جمهور ضروري. بالتأكيد غادي نعطيلهم كلشي اللي بغاو في مواقع التواصل الاجتماعي ولا حتى في الملعب. كنتمناو النصر. إلا رجعنا للتاريخ، هاد المواجهة ماشي عادية. الكاميرون فئات الشباب ديما كانت كتوقف لينا في الطريق. في الواقع تلاقينا معاهم مرة واحدة في كأس إفريقيا أقل من 17 سنة في 2019 في تنزانيا. ديك الساعة كنا رابحين بهدف توفيق بن طيب، ولكن الكاميرونيين قلبوا علينا الطاولة في الدقائق الأخيرة وسالوها ب2-1. ولكن هاد المرة الماتش في بلادنا، والثأر الرياضي هو العنوان. ولكن شوفوا معايا ما صار فرقتين في دور المجموعات في هاد النسخة باش نفهمو مزيان فين مايل. المنتخب المغربي دوز دور مجموعات كبير، تصدر المجموعة الأولى ب7 ديال النقاط، ربحنا إثيوبيا وتعادلنا مع تونس، وفي الجولة الأخيرة غلبنا مصر وسجلنا 5 أهداف واستقبلنا 3 أهداف. مزيان الصراحة. وبالنسبة للهدافين عندنا محمد مصطاج وعمران طالي، كل هادو ماركاو جوج أهداف كل واحد منهم. أما الكاميرونيين تأهلوا كوصيف للمجموعة الثانية ب6 نقط، ربحوا الكونغو وأوغندا ولكن خسروا ضد الساحل العاج، لذلك هما صدقوا وصيفين ديال ديك المجموعة. سجلوا 4 واستقبلوا 3، هادشي كيعني أن الدفاع ديالهم ما بيهش، ولكن الهجوم تقريبا كيطلعوا كاملين. ايوا دابا كيفاش غادي يدخل المدرب ديالنا باش ياكل الكاميرون تكتيكيا؟ متوقع الخطة غتكون هي 4-3-3 كما شفنا المباريات اللي فاتوا، وتقريبا التشكيلة الخطة تكون كيما هادي اللي غنوريها لكم دابا، نفس التشكيلة د المباريات اللي فاتوا. يقدر يوقع شي تغيرات طفيفة صغيرة هكا، ولكن الأساس نفسه. ولكن المدرب ديالنا خصو يحضر، وخصنا نركزو مزيان حيت الكاميرون فرقة قوية بدنيا، كيلعبوا بدفاع كبير لدرجة أنهم خداو 5 بطاقة صفر في دور المجموعات، ما عندهم حتى كارت أحمر، ولكن بطاقة صفر كتارين. يعني كاين واحد الخطر على اللاعبين ديالنا، أصلا معروفين الأفريقيين باللعب القاصح. ولكن هاد الاندفاع يعني أنهم غادي يديروا الضغط بدني على ولادنا، هادشي خطير. بالحق حنايا خاصنا نلتزموا بالدفاع أغلبية الوقت، ونشبرو شي لاعبين بحال راسكي. هذا خطير بزاف صراحة، ما عرفتش واش نطقت الاسم ديالو صحيح ولا لا. المهم الاسماء ديالهم صحاب. هذا هو الهداف ديالو، سجل 2 الأهداف وسريع الصراحة، سريع
وخطير، خصنا نحظيو مع بروج ولا الدراري. دراري الماتش غادي يكون صعيب، ولكن الثقة في الله وفي أشبال الأطلس كبيرة. الأرض أرضنا والجمهور، واخا الماتش في المركب الدعم غيوصلهم يوصلهم من مواقع التواصل. دابا وصلنا للفقرة ديالكم، هبطوا التعليقات وتوقعوا لي النتيجة ديال الماتش، شكون غيماركي، واش غنربحو في المطاف العادي ولا غنمشيو الأشواط الإضافية. غنقرا كاع التعليقات ديالكم وندير ليها قلوب. إلا عجبكم هاد الفيديو ديروا لايك سبسكرايب، وكان معاكم ولد الرواية. تهلاو.